السلام عليكم بنات، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيما كنتو في المغرب، خارج المغرب، المغربيات والجزائريات والتونسيات. مرحبا بكم حبيباتي معنا. المهم الموضوع ديال الفيديو اليوم هو الموضوع اللي كنظن غادي يعجب الاغلبيه ديال البنات، حيت هو مهم بزاف بزاف بزاف، كيخص الشكل ديالنا. يعني الشكل ديالنا هو الرأس مال ديالنا، بغيناها وكرهنا هاد القضية هادي، بغيناها أو كرهناها حقيقة. يعني الإنسان أول حاجة كيشوفها فيك قبل من الشخصية، قبل من الأفكار، قبل من كل شيء كيشوف لك الشكل ديالك. وفي الغالب في هذا الوضع، في هاد السنين اللي حنا عايشين، وفي هاد الزمن هذا اللي عايشين فيه، الانسان اون جينيرال كيتقيم من الشكل ديالو، كيفاش كيلبس، كيفاش كيتقاد، واش مهلي في راسو ولا ما مهليش في راسو. يعني الشكل ديالك يقدر يطلعك ولا يهبطك قدام الناس، هو اللي كيعطي الانطباع الاول ليك. والشكل ديالنا يعني كيكون مهم بزاف، ماشي فقط باش نرضيو الناس ويقولوا علينا اننا انيقات ولا زوينات الى اخره، ولكن في الاول والاخير واهم حاجه هي اننا خاصنا نهتم بالشكل ديالنا اولا لينا. غادي نهضروا لنا هاد النهار على الموضوع ديال الاستثمار في الشكل، سواء استثمار اللي كتحطي فيه الفلوس ديالك ولا اللي كتحطي فيه الوقت ديالك. حيت الاستثمار ما كنقصدوش بها غير انك غتستثمري فقط الفلوس، ما داكوغ متفقين على انه الفلوس حتى هما مهمين، ولكن حتى الوقت. يعني مثلا الا جبتي صباغه ديال الشعر وحطيتيها، انت شريتيها ياك وحطيتيها، ما صبغتيش شعرك، بقيتي بالشيبات ديالك ما صبغتيهمش. فكرت واحد الفيديو ديال ديك صبغي شيباتك. المهم ما استعملتيش داكشي، يعني ما عطيتيش الوقت لراسك انك تمشي وتقادي داك الصباغه في شعرك باش تحيدي منك مثلا الشيب ولا تبدلي لا كولور ديال الشيب ديال الشعر ديالك. ها انت كتكوني صرفتي الفلوس، ولكن الوقت ما عندكش، ما صرفتيش على راسك واحد الوقت باش تهتمي براسك. غنعطيكم المحاور ولا شنو هما النقاط اللي ممكن اننا نهتم بهم في راسنا باش نخليو الشكل ديالنا هو يعني الشكل يكون زوين ونبانو اننا فريمون صارفين على راسنا، واللي شفنا يقول ما شاء الله هاد السيده هادي مهليه في راسها، مكبره براسها، كتبغي راسها. هاد الشيء اللي غنهضروا فيه اليوم. المهم المحور الاول ولا النقطه الاولى هي النظافه. ما يمكنليش نتخيل وحده اللي كتكون كتهتم براسها ولا عاطيه الوقت لراسها الا انها غتكون يعني نقيه في حالتها. يعني النظافه اليوميه راه ماشي شي حاجه اللي من الكماليات، هي بالعكس هي استثمار. كتاخدي منك واحد مثلا، انا يعني فاش كنكون مثلا كنحس براسي انني توسخت، ولا ماشي بالضروره نغسل مثلا، نضيع مثلا ساعتين في الدوش، ولا مثلا نمشي للحمام، ولا هذا الشيء كان هذا ممكن يكون مثلا مره في الاسبوع ولا مره في الشهر مثلا، اللي غتكون واحد ديب كلين، واحد الحمام اللي يكون عميق. ولكن كاين الدوش اللي كيكون يومي 10 ديال الدقائق راها كافياك. يا اما تقدري انا بالنسبه ليا شي مرات ما كنغسلش شعري حيت ما خصوش يتغسل في يوميا، ولكن يوميا عندي الدوش 10 ديال الدقائق، صابونه ولا جيل دوش، كندوز غير لوكور ديالي، كنغسلو مزيان وكنشلو، كنبدل الحوايج ديالي صافي، كنبقى نقيه نهار كامل. ما غاديش تاخد منك لا فلوس. يعني الدوش ماشي ضروري غاس تمشي للحمام تخلصي وتشدي الساله الى اخره، لا هذا كنهضر على الحاجه اللي هي يوميه، اللي تقدري ديرها غير في دارك وتحسي فريمون بالفرق. ثاني حاجه هي الشعر والضفران. بالنسبه للبنات اللي عندهم الامكانيه انهم يمشيو يديروا بيديكور ومانيكور في الصالونات، هادشي هذا يكون مزيان. وحتى بالنسبه للبنات مثلا اللي عندهم الامكانيات انهم يمشيو للصالونات، مزيان، مره ما فيها باس. ما كنقولكمش ضيعوا فلوسكم كاملين في الصالونات، حيت حنا غنمشيو ما بين وبين، يعني شويه ديال الاستثمار في النفس ديالنا، وشويه عاوتاني خصنا نخليوه لهذا الاهداف ديالنا اللي حنا باغيين نحققوهم.
فغادي نمشيو بشويه، يعني غنخلقوا واحد التوازن. الا قدرتي انك تمشي للصالون مثلا تبردي تضفي راسك وتقادي مثلا واحد العنايه بزاف، يعني زايده اليديدات ديالك ولا رجيلاتك، يكون احسن. ما كانش ماشي مشكل، غناخدو الوقت، الا ما استثمرناش فلوس غنستثمروا الوقت، فهمتوني؟ يعني الا ما عندكش فلوس باش غادي تمشي تخلصي وتمشي عند واحد السيده اللي دير لك داكشي وتخلصيها وصافي تخرجي، لا غتقدري انك ديري داكشي نفس الحوايج اللي غديرهم لك هي غديرهم لك، غديريهم نتيا في دارك، غير انك غتستثمري شويه ديال الوقت اكثر. غادي تجيبي مثلا بانيو في ولا سطيله مثلا ولا شي حاجه، ديري فيها الحامض، الملحه، بيكربونات، اي ريحه عندك زوينه، جل دوش، ولا مثلا عندك خزامه، عندك زعتر، عندك ازير، اي حاجه لوحيها تما في داك الماء، وديري فيها رجيلاتك، خليهم حتى يرطبوا مزيان، وحاولي تاخدي دوك هذاك الماتيريال ديال الرجلين، ديال الاظافر مثلا، داك اللي كيحيد الجلده من الضفران، داك المبرد ديال الضفار، لي كريم باش ترطبي رجيلاتك. نفس الحاجه بالنسبه لليدين. وبالنسبه للشعر عاوتاني، ما كنفضلش انه يتصاوب يوميا، سواء في الصالون ولا غير الصالون، يعني على الاقل خاصو يكون ممشوط، يعني ما تخرجيش اختي بشكاكتك نهار كامل دوزي من حدا المرايه تخلعي. حاولي انك تقاديه ولو في الدار، ومره ما فيها باس، ممكن انك تستعملي مثلا البلاك ولا السشوار تقاديه غير في دارك، غادي يتقام عليك ارخص، وغتباني يعني تباني مهليه في راسك وعاطيه القيمه لراسك. يعني راه كاين فرق كبير ما بين بنت اللي كتكون مهليه في راسها وكتبان انها دايره براسها، وبنت اللي كتكون هامله راسها. يعني انتيا، يعني الانسان الاخر اللي غيشوفك غادي يقول هذه اصلا هي مع راسها ما مهلياش في راسها، علاش نجي انا نتهلا فيها؟ فهمتوني؟ الحاجه الثانيه هي اللباس. يعني من اهم الحوايج اللي كنشوفوا بهم الناس حتى حنايا وكنقيموا بهم الناس، هما الحوايج ولا التنسيقات، كيفاش الانسان كيبان. يعني الحوايج هما اللي كيكونوا مغطين اللوكور ديالنا كامل، وهما اللي كيبان للناس كاملين. اول حاجه ماشي ضروري تشري من الماركات، ماشي ضروري تماما تشري من الباركات، تقدري تشري غير من البال وتنسقي داكشي، تعرفي راسك شنو غتشري، وتعرفي شنو غتنسقي، كيفاش غتنسقي، ولي كولور، وتشري مثلا غير الحوايج اللي هما اساسيين، جين، شوميز بيضاء، شوميز كحله، جاكيت مثلا، فيست الى اخره. وحاولي انك تختاري لي كولور اللي كيكونوا متلائمين مع البشره ديالك، حيت كل وحده فينا على حسب الاندرتون ديالها. كاين بنات اللي كيليق ليهم اكثر الالوان اللي كيكونوا دافئه، مثلا الصفار، الاحمر، اورانج الى اخره. وكاين بنات اللي كيجيو معاهم الالوان اللي كيكونوا باردين، الموف، الازرق، الكري الى اخره. وكاين الوان اللي كيجيو مع بجوج بهم، يعني كاين الناس اللي كيجي معاهم كلشي، وهادو كيكونوا محظوظات بزاف، سعداتكم. الحاجه الثالثه البنات هي الجمال الطبيعي، يعني البشره ديالك كيفاش خاصها تكون. راه ما يمكنش تكون وحده مثلا كتبان انها مستثمره في راسها، الا وخاص يكون عندها واحد البشره اللي كتكون صافيه. حاولي الا كان عندك الا ما كانش عندك حتى شي مشكل في البشره ديالك، ما عندك حبوب، ما عندك ليطاش، ما عندك حتى شي حاجه، الحمد لله الحمد لله وشكريه. وحاولي انك تستثمري في الحوايج اللي هما بساط، يعني نتيا ما محتاجاش شي حاجه، نتيا ما محتاجاش انك تصرفي على راسك بزاف باش تباني زوينه. من فوا غتشري غير واحد الجل الجل نتوايون ديال الوجه، غسول ديال الوجه، تقدري تستعملي حتى السيدر حتى هو مزيان، كتشري 5 دراهم، كتعطيك واحد ديلك 3 شهور ديال الغسيل ديال الوجه. كتزرغوي شويه في وجهك وكتبقاي تغسليه، كيرجع لك وجهك ما شاء الله، يعني فن، كينقي من داكشي. والحاجه اخرى هي ليكرو، ضروري من ليكرو، خاصك تختاريها كتناسب مع لابو ديالك، وتكون يعني تكون غاليه، شحال ما كانت غاليه مزيان، يعني كتكون لا كاليتي ديالها زوينه. حاولوا انكم تاخذوهم من لي فارماسي ولا من لي بارا، ما تاخذوش من صحاب
ديال المكياج. المهم تقدر تكون شي فرق في لا كاليتي ديال لي برودوي. حاولوا انكم تيفيتيو هذا الشيء هذا كامل وسيروا ديريكت البارافارماسي من الاحسن. اما بالنسبه للبنوتات اللي عندهم مشاكل مثلا في الحبوب مثلا، الكلف، اي حاجه عندهم اي مشكل عندهم في الوجه ديالهم، حاولوا انكم ديروا واحد الحصاله وتجمعوا فيها الا كانت شي حاجه يعني اللي ما غتعالجش فقط بالغسل ديال الوجه وبالليكرون وداك الشيء اللي بسيط. شي مرات كنحتاجو اننا نمشيو للطبيب. غادي ديري حصاله بقاي تجمعي فيها دوك الفلوس اللي غادي تضيعوهم نتيا في فون دو تا مثلا باش تحيدي منك، باش تغطي لي طاش ديال الحبوب مثلا ولا تغطي الكلف الى اخره. هادوك الفلوس سيري جمعيهم وسيري اختي ديري واحد الكونسلطاسيون عند عند الطبيب ديال الجلد مثلا، وهو غيقول لك شنو غتشري شنو غتشري وتبعيه داك التريتمون وغتخلصي من داك المشكل حياتك كامله. احسن ما تبقاي انك تمشي غير كتغطي يعني كتغطي في الاخر غير اون فوا كتغسلي وجهك راه كيرجع وجهك كيف ما كان. فهمتوني؟ هذا الحل هذا كيكون مؤقت، حنا بغينا شي حل اللي يكون دائم. حاولوا انكم تستثمروا في راسكم وتصرفوا الفلوس على لابو ديالكم، على الوجه ديالكم. الا كان محتاج انكم تمشيو للطبيب سيروا للطبيب، ما تبقاوش تعكزوا على راسكم. انا كنشوف سيدات اللي كيكونوا مزرزرات بالذهب، يعني مثلا السيده اللي كتكون مزرزره بالذهب وداك الشيء ولكن وجهها ما كريم هيدراتون ما كديروش، ترطيب الوجه ما كديروش. وعلاش؟ حيت شايفه انه شي حاجه اللي ما تستاهلش. ولا لا، اول حاجه غادي تستاهل ولا اكثر حاجه غتستاهل واكثر انسان غادي يستاهل نتهلا فيه هو انا. حتى نحيد داكشي العنايه ديالي، نحيد مثلا المصاريف ديال الجمال ديالي، نحيد داكشي اللي غنحتاجو انا كأنثى. عاد ممكن انني ندخر، ما كنقول لكمش ما تدخروش، بالعكس هذه حاجه اللي هي زوينه. وشريو الذهب وديروا عليه استرجعوا وتمتعوا بالذهب ديالكم. ولكن عاوتاني الانسان ما يبقاش غير كيشري في الذهب وكيجمع. لا، شويه هكا شويه هكا باش نبانو ما شاء الله علينا، نبانو زوينات وبذهبنا. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. حاجة أخرى عاوتاني بالنسبة للسنينات، يعني اللي عندها مشكل يعني في السنان تحاول انها تمشي تصلحو. راه دابا الحمد لله الطب كاين، حاولوا انكم تمشيو وتصلحوا سنيناتكم. اللي عندها شي مشكل اللي عندها تسوس في السنان تمشي تقادو، اللي عندها شي سنه محفره تمشي تمشي تعمرها وتسدها باش هكا تحافظوا على سنانكم. يعني السنان راه غير يعني كتقربي لدوك الثلاثينات راه كيبداو صافي سنانك كيبداو يطيحوا. اي سنه راه كتكون فيها مشكل راه صافي في الاخر كتضطري انك تحيديها. فاحنا ما بغيناش نوصلوا حتى للمرحله ديال انك تحيدي السنان. حاولي انك غير يبانك شي مشكل حاولي انك تمشي تعالجيه بلا ما تبقاي تسناي تقولي من بعد راه من بعد هي انك غادي تحيدي ديك السنه. بالنسبه للبنات عاوتاني اللي عندهم مشكل، مثلا كاين بنات اللي عندهم ليطاش ديال الكحل في السنان، كنشوف اكثريه بالدراري اللي كيكون عندهم هذاك بسبب القهوه، بسبب يمكن الكارو ولا المهم كيكونوا دي طاش اللي كيكونوا كحل في السنان. هادو الا مشيتي غير عند صانع اسنان كنظن راه كيحيدهم بواحد 100 درهم، كيحيدهم لك كيرجع لك سنانك فنين. بالنسبه للبنات اللي عندهم هاد المشكل هذا ديال السنان، حاولوا انكم تحيدوا بعد هذيك الكحوله ما تبان لكمش وغتحسوا بواحد الفرق وواحد الثقه في النفس اللي ما يمكنش. بالنسبه للبنات عاوتاني اللي عندهم مشاكل في السنان اللي كيكونوا ما مقادينش خاصهم لي باك. الا كان شي عيب اللي هو غير صغير ماشي مشكل، كيعطيك واحد الحلاوه مثلا في الوجه ديالك مش زعما زوين اوكي مزيان. ولكن الا كانوا سنانك كاملين مخربقين ولا خاصك فريمون انك تقادي الامور، تقادي سنيناتك، حاولي انك تجمعي ولا تبقاي تجمعي مثلا عام وانت كتجمعي درهم على درهم. في الاخر سيري اختي لداك الدونتيست وقولي له يقاد لك مثلا لي باغ، وكل مره تبقاي تعطيه شويه بشويه حتى كتسالي. حيت راه يعني الطبيب اللي كتكوني معاه ما كتعطيهش المبلغ كامل في الاول، كتبقاي تعطيه كل شهر مثلا بشهر مثلا كتمشي كل مره كتمشي كتعطيه مثلا 100 درهم 200 درهم الى اخره حتى كتسالي. يعني ممكن انك تمشي تبقاي عامين ولا 3 سنين وانت دايره لي باك، يعني داك المبلغ غتفرقي على مده طويله. في الاخر غتلقاي راسك انك سنيناتك غزالات، سنيناتك غيكونوا يعني زوينين وغادي تفرحي بهم ان شاء الله.
الحاجة الرابعة اللي ممكن انك تستثمري فيها هي الرشاقة ديالك لوكور. الا كان عندك مشكل في لوكور ديالك وتقدري انك تمشي لاصال ما تعكزيش وعندك فلوس ديال لاصال سيري، غتلاقي مع بنات غادي يشجعوك غيموتيفيوك الى اخره. اما بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش فلوس باش يمشيو لاصال ولا الامكانيات، مثلا الزوج ديالها ما يمكنلاش يخليها مثلا تمشي لاصال، ما فيها بس استثمري الوقت ديالك، واحد نص ساعه اختي في النهار ديري زيكوتور ديالك في ودنيك بقيت تشطحي، بداي غير بالشطح ما ديري حتى شي حاجه. غتبداي المره الاولى غتجيك نص ساعه، غتجيك نص ساعه على شي حاجه كتجيك زعما راه مده طويله، ولكن ثقي بيا غضربي واحد اسبوع ولا 10 ايام ديك نص ساعه ما تبقاش تقدك، تولي تقولي نزيد شي شويه على هاد الساعه هادي، من بعد غتلقاي راسك انك كتنقصي في الوزن بلا ما تحسي. حاولي انك تنقصي غير داكشي اللي ماشي اساسي في الماكله. مثلا الا كنتي تفطري مثلا بيضه وفرماجه، حيدي داك الفرماجه تفطري غير بيضه وتفكريني هكا، فهمتوني؟ يعني الا كنتي كتفطري مثلا فرماج وكونفيتور كلي حاجه وحده، يا كلي كونفيتور يا كلي فرماج صافي. المهم حاولي انك تنقصي باش نقصي الحوايج اللي ما غاديش انت بشي فرق مثلا، ولكن ثقي بيا راه الكوغ ديالك راه كيحس، يعني نهار على نهار اسبوع على اسبوع كتلاحظي الفرق. الحاجه الحاجه الخامسه اللي خاصك انك تانفيستي فيها في الشكل ديالك مثلا، والحاجه اللي غتبان قدام الناس هي لا لونغ. حاولي انك الا كان عندك مشكل مثلا في اللغه، سواء كانت اللغه العربيه محتاجه العربيه ولا الفرنسيه ولا الانجليزيه، وانت واحد لونطوراج اللي كيستعمل بزاف ديك اللغه وكتحسي براسك انك ناقصه حيت ما كتعرفيش تهضري بديك اللغه اللي الناس كيهضروا بها، كنصحك انك تمشي تبداي في اللغه. انفيستي في راسك، استثمري في اللغه في راسك من الناحيه ديال اللغات. خدي شي سونطر مثلا يكون كيقري مزيان، كيقري مثلا بواحد الطريقه اللي هي زوينه، نهار على نهار مره على مره غتكتسبي ديك اللغه. والا ما كانش عندك الفلوس، استثمري في الوقت، ضيع خسري الوقت في داك الحاجه. الا ما عندكش فلوس باش تخدمي سي سونطر، شوفي اليوتيوب راه عامر بلي كور ديال اللونجلي مثلا ولا الفرنسي ولا اللغه اللي بغيتيها تلقايها مره على مره. كل نهار ديري 10 دقائق 20 دقيقه ساعه كاع في النهار الا بغيتي طيري في ديك اللغه راكي غادي ديري فيها، وغتلقاي راسك ما دار عليك العام الا وانتيا على الاقل كتهضري يعني وكتفهمي ديك اللغه مزيان. فهذا هو البنات الموضوع ديال اليوم، حاولت انني نختصر لكم هذا الشيء هذا كامل، وثقوا بيا راه يعني الشكل ديال الانسان راه مهم بزاف، كيفتح لك بزاف ديال الابواب. يعني الشكل ديالك هو واحد البراند، هو اللي كيسوقك قدام الناس الاخرين، كيفتح لك ابواب في الشغل، كيفتح لك علاقات، كيفتح لك كيخلي الناس انهم يحترموك في هذا المجتمع هذا ديالنا. يعني اللي كيستثمر في راسو من هاد الناحيه، في ناحيه الشكل وفي ناحيه المظهر، راه كيستثمر في حياته كامله. يعني راه حياته كامله كتنقلب ولا كتبدل اون فوا كتبداي انك تستثمري من الشكل ديالك كديري داك الجلو اب، يعني واحد الاضاءه بحال اللي كتضوي، كتكوني طافيه وكتضوي هكا كيشوفوك الناس مضويه ومنوره وكتباني ما شاء الله عليك غزاله، وكتباني انك صارفه على راسك وحاطه لفه في راسك ومهليه في راسك. وهذا الشيء اللي كيخلي الناس الاخرين انهم يحطوا هما يتهلاو فيك ويستثمروا فيك حتى الوقت ديالهم والجهد ديالهم. فحبيباتي هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. اللي عندها شي موضوع بغيتنا نناقشوه في فيديوهات اخرين تحطوهم في لي كومونتير، وما تنساوليش سبسكرايب باش اي فيديو درتو يوصل عندكم. يلا حبيباتي الى اللقاء، تهلاو لي فراسكم.